عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 7 الصبح. الساعة 7 الصبح. في عميلة طلبت مني الخدادية القلاب، او طلبت مني ازاي نركب القلاب اهو ده بتاع الخدادية. قالت لي ازاي نركب قلاب الخدادية. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده، دي خدادية رابت مقلم رفيع، ودي لونها اوف وايت. خلاص، قالت لي انا عايزه تركيب القلاب. قلت لها حاضر من عينيا. بصوا تركيب القلاب عامل ازاي، شايفين؟ يلا نسمي بسم الله، ويا رب ما اكونش طولت عليكم الفيديو وتستفيدوا منه النهارده احلى استفاده. خلاص يلا بينا. بص يا ست الكل، انت النهارده معاكي وش خداديه. انت طبعا جيتي تقصي وش الخداديه مثلا وليكن 80 في 60، 80 في 70، اي مقاس. خلاص، بتقصي الاول وشين الخداديه على بعض، الوشوش على بعض. خلاص زي ما انت شايفه كده، تمام. في المكنه. وبعدين لما بتيجي تقصي الظهر يا حبيبه قلبي، بتقصي التلت والتلتين. يعني ايه التلت والتلتين؟ يعني التلت كده والتلت كده، التلت الكبير اهو، التلتين الكبار اهو زي ما انت شايفه اهو، والتلت الصغير اهو، تمام. وانا بستسمحكم وبقول لكم اعذروني ان انا قصيت القماشه دي. الاوردر ده كنت بعمل فيه، ولما المتابعه قالت لي انا عايزه القلاب، فحبيت ان انا اطلع لكم اللون ده عشان اللون ده حلو وفاتح وهيبان في التصوير. خلاص، بصوا بقى، ده اللي هيبقى القلاب كده اهو. خلاص، كل حاجه بترتيب هندسي. لو ظبطتوا ايديكم هيبقى الشغل معاكم حلو. ده اللي هيبقى القلاب، وده اللي هيبقى رشقت تحت منه كده، رشقت فيه كده اهو. خلاص يا حبايبي، يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. ادي التلت الصغير. خلاص، وعشان الدنيا ما تروحش منك في حته، حلو، علبه الدبابيس دي لازم تبقى معاكي. لازم تبقى معاكي علبه الدبابيس دي عشان الدنيا ما تروحش منك وما تعرفيش تاخدي مقاسك. انا عن نفسي بعمله من غير دبابيس، ولكن انا بحب اعمل القطيفه الهايدي ده، القطيفه الهامر ده بدبابيس علشان ما يورورش مني. خلاص، ركزتوا معايا. بنقص السوسته. خلاص، بنجيب لها استنى اما اجيب بتاع دوت، اجيب جرار. خلاص، وبجيب الجرار بتاعي وببتدي ان انا اركب الجرار في السوسته. بفتح السوسته كده اهي واركب فيها الجرار اهو زي ما انتم شايفينه، يبقوا الاتنين مقابلين لبعض. لما تيجي تدخلي كده السوسته وتشديها من الناحيه التانيه، تبص تلاقيها فتحت معاكي قفلت معاكي بمنتهى السهوله اهو. بصي اهي، السوسته قفلت معاكي بمنتهى السهوله. ده من شروط نجاح السوسته، ولا واحده تطلع ولا واحده تنزل. خلاص، طيب هاخد مقاس السوسته اهو. انا عايزه القلاب على مقاسه بالظبط، مقاس السوسته بالظبط. خلاص اهو، ده مقاس السوسته زي ما انتم شايفين اهو بالظبط. بصي مقاس السوسته اهو هتاخديه. خلاص، اخدنا مقاس السوسته، نركن السوسته على جنب ونقول لها شكرا للتحيه. خلاص، نيجي بقى لايه؟ لمهمه الدبابيس. شايفه الدبابيس دي مهمه جدا في تركيب الساري، في تركيب الجبير، في تركيب كل حاجه. علبه السوسته دي انا بقول لكم على معلومات قيمه اهو. اهو بتركبي الدبابيس كده اهو، وتبتدي تمشي على كل الايه، القطه اللي انت واخداها الكبيره دي اهو. لما بتيجي تشوفي الناس بيعملوا فساتين الافراح في التلفزيون او في اي حته، بتلاقيهم ماسكين علبه دبابيس في ايديهم كده كوره، ماسكينها بيعملوا بيها. دي مهمه جدا للشغل، ما بتخليش الشغل بتاعك يبقى رايح وجاي حته واحده. ولا هو بص فيه هنا اهوت، في تانية في القماش. بصوا على بعضها، بصوا على بعضها اهي، على بعضها اهي. ده من شروط نجاح الشغل. خلاص، هتشوفي دلوقتي احلى خدادية ممكن تعمليها بمنتهى السهولة. خلاص،
اهو يا حبيبه قلبي. نقفل العلبه ونيجي هنا للايه، للسوست. بصوا اهو، هنشغل المكنه معاكم اهو، نقول بسم الله اهو. على اول السوسته هتاخدي فرماتوره، على اول السوسته هتاخدي فرماتوره لازم. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. ظبطي ايدك اهو، ظبطتي ايدك شغلك هيطلع حلو، ظبطتي ايدك شغلك هيطلع حلو. ما ظبطتيش ايدك بقى انت بقى اللي حره في نفسك بقى، شغلك هو اللي هيبقى مش مظبوط، شغلك هو اللي هيبقى مش مظبوط. نوسع العيار شويه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. الابره قطعت تاني. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا هنا قطعت، لازم ارجع تاني، لازم ارجع تاني، ما اعديهاش واقول دي جوه، لا. خلي عندك ضمير في شغلك عشان شغلك يبقى حلو ويبقى ايه، منمق كده، كل الناس تشهد لك بشغلك وبنظافتك. خلاص. الدبابيس اللي انا حطاها زي ما انتم شايفين كده اهو اهي. انا ممكن اشتغل من غير دبابيس، بس انا عايزه اوريكي انتي ازاي تعمليها حلوه ومظبوطه. لما تيجي عند السوسته بقى تروحي منزله الدواسه، منزله الابره للاخر، وتروحي جره السوسته عشان ما تكسرلكيش الابره. اوكي اهو. بصوا حبايبي البتاع اهو اللي هنشيل الابر اهو. يا رب يبقى التصوير واضح وما تملوش مني. خلاص. اللهم اني صايمه. شايفين اهو، شايفين الجرار مسطره يا جماعه اهو. بصوا، ولا مورور ولا رايح في حته، ولا من هنا شارد ولا من هنا اي حاجه. بصوا اهو، ركزوا معايا. هنيجي بقى عند التلت الكبير، التلت الكبير يا حبايب قلبي اهو، وهنروح مظبطين ايدينا جدا، نظبط ايدينا جدا اهو. بصوا اهو بالظبط، مش مشكله زيادات السوست دي احنا هنقصها بعدين، مش شرط دلوقتي ايه ان احنا نقصها. خلاص. وهنيجي عند المكنه كده اهو. عايزه تركبيها بدواسه شمال بدواسه يمين براحتك، بس انا بحب ان انا اشتغل بالدواسه بتاعت الجلد دي في الهامر، تظبط معايا الدنيا زي ما انتم شايفين كده. كل ما تقرب السوسته يا توديها هناك يا تجيبيها هنا اهو. كل ما تقرب السوسته اوعي تخيطي عليها، خلي بالكم السوسته البلاستيك دي بتتخيط عادي اهو. تنزلي الابره وتروحي جره السوسته اهي، تنزلي الابره وتروحي جره السوسته ورافعه الرجل اهو. انت كده كده عاملاها بالمقاس ومظبطه ايديكي. لو انتوا عايزين اقص لكم المره الجايه خداديه قولوا لي وانا اقص لكم المره الجايه خداديه. خلاص اهو. السوسه البلاستيك بتتخيط، فاوعي تنسي وتخيطي عليها، خلي بالك. وانت بتخيطي ظبطي ايديكي، وانت بتخيطي ظبطي ايديكي، مفيش مشاكل. بصوا هنا جت هنا على الحرف خالص اهي، لا بفك عشان تظبط معايا، لان لو ما عملتش كده الشغل مش هيظبط، وانا بحب شغلي يبقى مظبوط. اخد بالي من التانيات، اخد بالي ان في حاجه تتخيط على حاجه، كل الحاجات دي لازم اخد بالي منها يا جماعه، كل الحاجات دي لازم اخد بالي منها وانا بخيط عشان شغلي يبقى نظيف وحلو. خلاص كده بقى معانا ايه، بصوا كده كده بقى معانا ظهر الخداديه راكب كامل. اوكي كده بقى معانا ظهر الخداديه راكب كامل.
خلاص. نجيب بقى وش الخداديه اللي احنا كنا قاصينه قبل كده اهو، ونظبطه بقى على المقاس بالظبط، ونرفع كده اهو، ونروح ايه ناطرين كده، ننطره كده القماش عشان القماش ايه يطبع على بعضه ويبقى ماسك على بعضه، يبقى الوش القطيفه على الوش القطيفه ويمسك معاكي ويبقى حلو وجميل وزي الفل. بصي بقى لما تيجي تخيطي، وفي سوسته، ما تخيطيش، ما تخليش وش الابره على السوسته مباشره، هيقطم لك الابره وهتقطع منك الابره. لا احنا عايزين نخيط على الظهر كده، خلاص عايزين نخيط على الظهر بحيث ان القماش ما يطولش وش الابره، فلما يطول وش الابره يكسر وما يخيطش معانا ويبقى فاكك، وتبقى السوسته فكه ويجي العميل يقفلها يلاقيها فكه من الجناب. لا احنا مش بنحب كده، احنا شغلنا مميز وشغلنا نظيف وشغلنا منمق، ولازم ناخد بالنا من التركات دي. يلا بينا نقفل ايه الخده دي. نسمي بسم الله ونتوكل على الله. بسم الله. سيدنا ايوب عليه السلام كان، سيدنا ادريس عليه السلام عفوا، كان لما بيجي يدب المقص في القماش كان بيذكر الله. فانتوا اذكروا الله مش كل شغلكم. بصوا بقى انا هنا اهو بروح وباجي على الابره بمنتهى على السوسته بمنتهى السهوله، ولكن لو كان الوش الناحيه الثانيه ما كنتوش هتعرفوا تسلكوا خالص، والابره كانت هتقطع منكم وما كانش هتخيط زي المحترفين. خلاص ادي التيكت بتاعنا اهو، التيكت بتاعنا اهو. اللي كانت بتسالني على قلاب السوسته، عايزه منك بقى كلمه حلوه. اهم حاجه تظبطوا ايديكم، اهم حاجه تظبطوا ايديكم، وخصوصا في الجاكار الفرو الرابط. ليه؟ لان الفرو الرابط بيروح وبيجي بطريقه مستحيله. ظبطي ايديكي من هنا ومن هنا. بصي لو ظبطتي ايديكي من هنا ومن هنا هتاخدي احلى شغل. لازم تبقي وانت قاعده على المكنه تبقي ملمه بكيس الخداديه كله، تبقي ملمه بيه كله، ما تبقيش بتخيطي من حته وناسيه حته. خلاص يا حبيبتي، ربنا يحسن ما بين ايديكم، وانتوا كلكم ستات شاطرين وكلكم ستات عاملات محترمات، ربنا يجعل لنا الخير كله. بصوا اهو، يا رب يبقى الفيديو ده مفيد ليكم ولكل واحده ست بيت حابه ان هي حتى تخيط او تبتدي مشروع الخياطه في بيتها بمنتهى السهوله. قولوا لي في الكومنتات عايزين ايه وانا من عينيا الاتنين اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. بصي لما بتظبطي ايديكي الشغل بيطلع حلو، لما بتظبطي ايديكي الشغل بيطلع حلو. ما تخيطيش وبس، لا خليكي ماسكه كيس الخداديه كده كانك ايه انت اللي قايداه مش هو اللي قايدك. خلاص لما انت اللي تقودي الحاجه تطلع حلوه منك، اوكي. لكن لما بتسيبيها وتهمليها بتبوظ. كذلك الشغل. بصوا اهو، ولا حته كبيره ولا حته صغيره اهو، شايفين؟ نيجي بقى عند الزيادات دي براحتنا بقى نقصها، مش محتاجينها لان احنا قافلين السوسته حلو قوي. بصوا هنا دي كمان زياده اهي، ما بنبقاش محتاجينها وبتكلكع في القماش من جوه ما بتبقاش حلوه. يعني ما عايزه اقص اسن مقصي مش مسنون. انا بحب اسمع كده، اسمع صوت المقص بتاعي كده كانه سيف حامي. ماشي، يلا نفتح بقى الجمال ونشوف الحلاوه، نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا اهو، طبعا السوسته مقفوله بشوكها. خلاص اهو اهو، اهو يا حبايب قلبي. مسطره ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ده فرو رابط مقلم
تقليمه رفيعه. بصوا، يا رب احسن ما بين ايدينا كلنا. ادي السوسته المقلاب اهي. برضو الحوار ده يمشي على كفر اللحاف، ويمشي على اي حاجه بقى فيها عايزه تعمل، وعلى الكوشينات وعلى الحاجات دي. بصوا، بصوا الجمال اهو. بصوا، بصوا الحلاوه اهي. والتيكت بتاعها اهو. البواز دي بقى افتحيها انت بايديكي اهو. افتحي البواز دي بايديكي. خلاص، يبقى انا كده وريت لكم النهارده القلاب بتاع السوسته بيتركب ازاي. بصوا، 2 كيسين خداديه بالقلاب اروع من بعض، اروع من بعض. خلاص، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.